انا حاليا بكتب زي ما انت عارف، بس سمك لبن تمر هندي حرفيا. بكتب مقالات وبوستات واعلانات وحرفيا كل حاجه ممكن تتخيلها. عايز اعرف في انهي مرحله بستغنى عن حاجات وبركز في حاجه واحده بس. السؤال دوت جالي من حد من التيم بيساعدني في كتابه السكريبتات ومراجعتها، وهي اللي كاتبه معظم مقالات موقع فريلانس زاويه. ده في حاله انك لو عاوز تستفيد منه فهيعجبك جدا، ولاني شايف ان ده واحد من اهم الاسئله اللي هتواجه كل فريلانسر في مرحله ما من حياته، فقررت اني هحاول اعمم الاجابه اكتر لباقي الناس من وجهه نظري ومن تجربه رحلتي الشخصيه في مجال الفريلانس على مدار ال8 سنين اللي فاتت. اتمنى فعلا ان الفيديو ده يكون مهم ليك، لانه جاي لي على وتر حساس شويه. لو رجع بيا الزمن وانا بفكري الحالي اعتقد كنت هبقى في مكان تاني، بس الانسان بيعيش وبيتعلم. فاتمنى اني اختصر عليك رحله سنين في فيديو سريع. فيلا بينا. تسمح لي اشاركك في جزء من حياتي واقول لك بدايتي على مواقع العمل الحر كانت عامله ازاي. بدات اشتغل كفيديو اديتور وموشن جرافيك بيعمل اعلانات انيميشن بسيطه. كنت بستخدم تمبلتس جاهزه، يعني بالفعل واحد غيري بيبقى عامل اشكال مختلفه انيميشن وانا باخدهم فقط وبقص والزق واحاول اطلعهم بشكل حلو فقط عشان اطلع فيديو يناسب احتياج العميل بتاعي. بعد كده ربنا كرمني الحمد لله، بقيت بعمل ديزاينات فوتوشوب للسوشيال ميديا على خفيف وتصميم لوجو بسيط جدا. ولما لقيت ان الحاجات اللي انا بعملها الناس بتطلبها عشان ترفعها على صفحاتها سواء يوتيوب او فيسبوك او انستا، فقلت لا ده كده في حاجه جميله جدا. انا اتعلم اداره صفحات سوشيال ميديا، فابقى انا كمان اللي بدير لهم الصفحات بتاعتهم، يبقى انا اللي بعمل الديزاينات وبعمل الفيديوهات وانا اللي بعمل كل حاجه. وخليني اقول لك اني عند النقطه دي فانا مش ندمان نهائي ان عملت ده، بالعكس مبسوط جدا جدا ان توسعت كده في مجالات مختلفه بتخدم على بعض في النهايه. وحاولت الحمد لله ادوس في اكتر من حاجه، وده خلى عندي معرفه عامه على المجالات ديت، وعارف ده بيتعمل ازاي وده ازاي. وحاليا ده فارق معايا بطريقه رهيبه جدا في شغلي الحالي ومديني قوه في مجالي. امال بقى يا باشا انت ندمان على ايه ما دام الموضوع طلع معاك جميل كده وحلو؟ هقول لك يا صديقي اني ندمان اني طولت في ده، طولت في الخطوه دي وسحبت مني وقت جامد جدا. 3 سنين كامله، 3 سنين انا بدون مهاره حقيقيه بتعلم فيها اكتر من مجال مختلف عشان اقدر اكسب فلوس اكتر ايا كان بقى قدرها ايه. بس اهو مفتوح لي سوق كبير من الوظائف اللي ممكن اقدم عليها، وفعلا كنت بتقبل في شويه منهم، بس شويه الضعاف اللي ممكن بكل بساطه اي حد غيري يعملهم وبنفس كفاءتي واحسن كمان. وكنت بترفض تماما في اي وظيفه محتاجه حد تقيل شويه في مجال ما، وفضلت 3 سنين مش عارف اعمل اسم لنفسي ممكن عميل يجي لي عشانه. فنرجع لسؤالنا في البدايه خالص، في انهي مرحله بستغنى عن حاجات وبركز في حاجه واحده بس؟ مش في البدايه نهائي، رايي شخصي انا على قناعه تامه بيه. مش في بدايه شغلك، في بدايتك انت محتاج تختار مجال وتدوس في اكتر من حاجه فيه. فلو صاحبه السؤال زي ما بتقول لي هنا انها بتكتب، فكويس انها عدت على مرحله كتابه مقالات وسكريبتات واعلانات وبوستات وغيرهم. ده كويس جدا انها بقت ملمه بجزء كبير من مهارات الكتابه، حتى لو المام سطحي، بس يخليها عارفه انها تعرف تكتب في ده ازاي وده يتكتب فيه ازاي. ولان كمان هي مش عارفه هي هتنجح في انهي حاجه فيهم وهتحب ايه اكتر من الباقي، والعملاء هيحبوا شغلها في انهي حته اكتر من الباقي. ودي نقطه محوريه جدا، لان انت احيانا مش بتقدر تشوف نفسك وتحكم على شغلك، فمحتاج حد من المقربين ليك او اللي طالبين منك الشغل ده يقول لك رايهم فيك بكل صراحه، ومنها تقدر تكون خلفيه عن الناس بتحب ايه في شغلي في المهاره دي. بس احيانا بيقولوا لي كومنتات كده في المهاره الثانيه، والحقيقه انا واحد من الناس بزهق جدا من شغل المهاره الثالثه وشكلها مش المجال بتاعي، بس المهاره الرابعه حاسس ان انا ممكن اديها شويه وابقى احسن فيها. فكونك بتلعب في اكتر من مهاره مختلفه في نفس المجال، بركز على ده، في نفس المجال، في دي هتبقى نقطة قوة ليك بعدين. امتى بقى تتخصص بجد؟ هرد عليك هنا واقول لك لما تحس انك جبت قشور مهاراتك الاساسية اللي بتخدم على بعض. يعني كتبت مقالات وسكريبتات واعلانات وعملت كام حاجة في كل واحدة فيهم وحاسس ان الخلفية العامة عنهم خلاص واصله لك، وقتها تقدر تقعد قاعدة كده بنت ناس مع نفسك وتجيب ورقة وقلم وتبدأ تعمل الآتي. واتمنى انك لو بتتفرج عليا لحد دلوقتي فاكيد انت واقع في المشكلة ديت وعاوز تحلها، فجيب ورقة وقلم وابتدي معايا واسأل نفسك الأسئلة دي. ايه اكتر حاجة فيهم انت بتستمتع بيها وانت بتعملها؟ وهنا بقول اكتر حاجة، وهي احتمال ما تكونش دايما احسن حاجه ليك بعدين واللي بتستمتع بيها دايما، بس على الاقل احسنهم بالنسبه لك دلوقتي، وممكن تصبر عليها لحد ما تتشهر جدا فيها حتى لو من غير فلوس او مقابل حاليا. تاني سؤال هتساله لنفسك، ايه هي اكتر حاجه جالك مدح فيها من العملاء وقالوا لك ان انت كويس جدا في الحته دي؟ السؤال الثالث هيبقى ايه اكتر مهاره فيهم تتناسب شويه مع نظام حياتك الحاليه؟ يعني هاخدك لمعلومه على جنب بسرعه. انا سبت مجال الفيديوهات مع اني كنت بحبه جدا وغيرته لمجال السوشيال ميديا واللي برضه ما زلت لسه بحبه، بس ده كله عشان كنت طالب في طب مش عارف اقعد كتير على الكمبيوتر اعمل مونتاج لفيديوهات، ولقيت ان السوشيال ميديا متاح اني اعمل جزء كبير من شغلها وانا بره البيت على الموبايل حتى مثلا،
فدي كانت نقطه مهمه جدا في الحكم على المهاره اللي هتعلمها بعدين. فتسال نفسك مثلا مهارتك ديت محتاجه امكانيات معينه من لابتوب او حاجه هتجيبها وغاليه عليك جدا حاليا وصعب توفرها وهكذا، وسجل ده دلوقتي. كتبنا الاسئله ديت وبقت واضحه قدامنا. هنروح دلوقتي على طول على موقع عمل حر وهنكتب عليه المهارات المختلفه اللي احنا بنعملها، وهنشوف الوظائف اللي بتنزل في كل مهاره فيهم عامله ازاي، مطلوبه كتير ولا نص نص، بيدفع فيها كام، حجم المنافسه فيها قد ايه، الناس بتعمل عليها شغل عامل ازاي، وهكذا. واخيرا تروح انت رايح تعمل بحثك الجميل على جوجل وتشوف كل مهاره فيهم فرصه تطوير نفسك فيها متاحه بقدر قد ايه. بمعنى هل في سورس معين ينقلك من النقطه ديت اللي انت فيها ويخليك مستقبلا مع التزامك انت تقدر تنافس على الوظائف الثقيله جدا فيه، ولا المجال ده مبهم جدا ليك وانت مش عارف تجيب مصادر مذاكره ليك وحاسس انك عشان تتطور فيه هيبقى صعب جدا تعمل ده. جمعنا النقط اللي فوق دي كلها، هنروح واخدينهم سوا ونبدا نفلتر اجابتنا على كل مهاره فيهم ونديهم نقط معينه. النقط دي انت هتبقى محددها لنفسك. فانا مثلا كانت نقطه الامكانيات المتاحه والماديات هم اهم حاجتين بيمثلوا لوحدهم 50% من حكمي كله، مع ان كان في اكتر من نقطه بتكلم عليها، بس النقطتين دولت كانوا بالنسبه لي نقط محوريه جدا عشان نظام حياتي شايف ان هو ماشي بالطريقه ديت، فكان لازم احكم عليهم كده. فانت كمان هتحتاج تحط نقطك الشخصيه في ده وحكمك هيبقى عامل ازاي عليهم. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل لاجابه حاليا بالنسبه لنا. امسك فيها وابدا حط لنفسك خطه تعليميه عشان تتنقل من النقطه ديت في المهاره بتاعتك لنقطه تانية. وهنا هاخد مثلا مجال الكتابه كمثال. بعد ما طبقنا النقط اللي فوق ديت لقينا نفسنا احنا مايلين اكتر خلاص لكتابه المقالات مثلا، مش هنسيب المجالات التانية بس احنا حابين المقالات اكتر، فهنفضل مستمرين في شغل المجالات التانية عادي جدا زي الاول، بس هنبدا نحط خطه لينا في ازاي نطور من كتابه المقالات بتاعتنا وناخدها للمرحله الثانيه. وهنتابع ناس متخصصه في المجال ده اللي هو قلنا كتابه المقالات، وبيكتبوا عنه وبيشرحوه، ونبدا ندوس في النقطه دي باكبر طريقه ممكنه، نبقى ملمين اكتر بتكنيك الكتابه المختلف في المقالات، ناخد كورس من اهم الكورسات اللي تنقلك في المجال دوت وتقدر بعدين تعرضها للعملاء على البروفايل بتاعك وتديك نقطه قوه وسط غيرك، يبقى ليك المحتوى التعليمي بتاعك انت اللي انت بنفسك بتشرح فيه ازاي تكتب مقالات وايه اهم النقط اللي ناخد بالنا منها لما نكتب المقال، وتبدا ترسم نفسك قصاد الناس انك حد تقيل جدا في كتابه المقالات. وبالفعل انت هتكون بتحاول تتقل جدا في النقطه ديت. ومن فضلك سيب لنفسك وقت قبل ما تقول صراحه انا شكلي اتسرعت والمجال ده مش بتاعي. لا، مادام بالورقه والقلم في الحسبه بتاعتنا اللي فوق احنا حطيناها سوا مع بعضين ولقيت ان المجال دوت بالورقه والقلم كسبان، يبقى دوس فيه الفتره الاول قبل ما تقرر تغيره. لقيت ان الحمد لله الدنيا ماشيه معاك كويس، يبقى هتدخل المرحله اللي بعدها في التعمق اكتر. وبدل ما كنا بنقول احنا محتارين نكتب مقالات ولا اعلانات ولا بوستات، لا خلاص يا باشا احنا رسينا على مقالات. وهيبقى السؤال اللي بعده نكتب مقالات عن ايه؟ عن الطبخ، عن الفن، مقالات طبيه، عن رياده الاعمال، ولا مقال عن ايه بالظبط؟ خلي بالك انت بدات تتعمق في قلب المهاره اللي انت بتعملها دلوقتي، فوقتها نفس اللي قلنا فوق هنطبقه على اختيار النقطه ديت، وهتمشي بالورقه والقلم في نفس الخطوات اللي فاتت وهتعمل نفس ده. ولما توصل للنقطه دي اعرف انك بتبدا تعمل لنفسك براند تقيل جدا كواحد من اهم الناس في كتابه المقالات عن المحتوى الفلاني، وخلي دي الصوره اللي بتظهرها للعملاء دايما، بحيث وقت ما حد يفكر عن واحد بيكتب مقال عن المجال الفلاني اسمك كلمه وسطهم، وموقع العمل الحر يرشحك انت من اوائل الناس في النقط ديت، وكل معارفك يبقوا عارفين انك تقيل في النقطه دي ويرشحوك لغيرهم. ودي نقطه انا شخصيا بعملها الفتره ديت. فمثلا انا بدات خلاص اخترت مجال السوشيال ميديا وبدات اتعلمه، حاليا بدات اتخصص اكتر في اداره قنوات يوتيوب والسوشيال ميديا، مش مجرد فيسبوك وانستجرام ولينكد ان وكل حاجه مع بعض، لا بقيت اكتر في اليوتيوب. ومش بس كده، في اليوتيوب كمان بقيت بختار اللي انا بتعامل مع محتوى طبي. انا طبيب بالفعل، فديت بتديني نقطه قوه بالنسبه لي اقدر ابراند فيها لنفسي. فبعد ما كنت سوشيال ميديا كل حاجه، لا بقيت سوشيال ميديا اكتر اداره قناه اليوتيوب، بقيت اكتر حاليا المجال الطبي. المجال الطبي جواه حاجات كتير متفرعه، هختار ايه فيهم؟ دي النقطه اللي لسه بدور فيها عن نفسي عشان اتميز اكتر في المجال ده. بالطريقه ديت هتلاقي نفسك انك جاوبت انت مهارتك المستقبليه عامله ازاي بتتشكل قدامك، بدايه من واحد مش عارف ايه مجاله لواحد بدأ يحط معالم شوية قصاده هختار ده ولا ده ولا ده، وبدأت الحمد لله تمشي في خطوات ولقيت مجالك اللي انت مكمل عليه. لا قدر الله في اي وقت من الاوقات، وده وارد جدا، حسيت مش مجالك، الموضوع ده مش تبعي، مفيش فلوس منه، وانت اديته وقت بعد ما الورقه والقلم انت حسبتها من الاول واخدت بالاسباب وتعلمت ومشيت، لقيت نفسك لا انت ممكن تبقى احسن في حاجه تانية بعدين. لا بأس انك تتراجع في النقطه ديت، وخطوه خطوه بدل ما تسيب المجال اللي انت بنيته للاخر ووصلت لاحسن حاجه فيه ما تسيبهوش مره واحده، لا ابدا على التوازي، وفر لنفسك وقت واخترع مجال تاني من بره واسحبه
بنفس النقط، هتقوي نفسك فيه في الاول، هتتعمق فيه، هتشوف السورسز، هتتابع الناس اللي بتعمل فيه الحكايه ديت، هتبني لنفسك براند. انت بتتكلم عن الحكايه ديت، انت البراند فيه، ومبدئيا خطوه خطوه هتشفت من هنا لهنا، وان شاء الله هيبقى المجال بتاعك التاني اللي انت خلاص بقيت مرتاح له اكتر هياخد هو الابر هاند بتاعك، وهتبقى احسن فيه بكتير باذن الله. فده كان رد على سؤال ازاي تتخصص في مجال، والحقيقه ده مطلوب جدا، لان طول ما انت ما عندكش حاجه واضحه بتقولها للناس انا بروفيشنال في ده، انا بتاع ده، انا اسمي هنا، فانت كده مش هتعلى وهتفضل دايما في مكانك. فاتمنى ان الفيديو ده يكون موفق اللي هو تستفيد منه، وتعرف ازاي تبتدي فعلا تسيب لنفسك اسم في المجال بتاعك. فاشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على القناه، والسلام عليكم.